الكابتن جمال الخوربي مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، جميعنا يعرف الظروف التي تمر بها البلد وكيف أدى منتخبنا أيضا مباراته السابقة. أكيد كقيادة لهذا المنتخب قعدتم مع المدرب من أجل معالجة الأخطاء والاستعداد للمباراة المقبلة بشكل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يخفى على الجميع أن احنا يعني كمنتخب قدمنا مباراة جيدة في المباراة الأولى، واتيحت لنا يمكن 4 فرص يعني لم نستغلها بشكل جيد، وكانت فرص محققة. فهم معهم فرصتين أو 3 فقط، واستطاعوا أنهم يترجموها بحكم الخبرة والاستعداد الجيد بالنسبة لهم. احنا طبعا تعرف أنت لا دوري موجود ولا حتى المباريات الودية، يعني احنا لو كنا خضنا يعني قبل هذه المباراة مباراة ودية يمكن مع منتخبات قوية في مباراتين يمكن كان وضعنا مختلف. فهذا برضو شيء مؤثر علينا. وايضا ما تنساش انه اغلب اللاعبين جدد اول مره يشاركوا في خليجي، يعني 95 في المنتخب كلهم جدد، معنا 4 لاعبين فقط من القدامى، لكن ان شاء الله بروحهم وحماسهم نعوض هذا النقص التوقف ونعوض نقص المباريات الوديه بروحهم وحماسهم، وان شاء الله نتوفق في نتيجه طيبه باذن الله. نعم. كابتن، هناك لغط حول المستلزمات الرياضية ما صحة هذا الكلام؟ والله يا يعني اصبح الموضوع هو ممل، لكن موضوع يعني سخيف، بس انا مش عارف كيف الناس هذه بتفكر. يعني انه الشيء واضح، يعني في التلفزيون لاعب داخل ولابس كساره، زميله خرج قال له اعطيني الكساره حقك، هي اصغر من اللي معه، هذا اعطاه له حق الصغيره، واللي خارج اخذ حق زميله وخرج بها يعني. لكن انك توقف اللقطه عند انه ما توضحش اللي خارج ياخذ الكساره الثانيه وتقول انه هذا بسبب انه ما فيش معه ادوات، هذا كلام يعني ممل وسخيف جدا. الناس يترفعوا يعني لو تنتقد المنتخب، لو تنتقدنا في شيء نستفيد منه احنا يعني، اما بتتكلم لي في كلام يعني ما لش معنى، يعني ما تركت المباراه وجالس تتحدث عن الكساره وما كساره، يعني شيء مخزي يعني. بس والحقيقه غير هكذا تماما، الشيء موجود عند كل اللاعبين، ومعنا كسارات احتياطات في التجهيزات، ومعنا كل شيء، ومعنا ملابس، معنا ادوات، معنا كل شيء. فمش عارف يعني كيف تفهم الناس، واحد اخذ بدل حقه وزميله معه كسارات، ايش المشكله يعني؟ والطامه الكبرى يجي واحد يتكلم يقول لا شوف كيف اللاعبين لابسين بواتي مختلفه، هذا كيف تفهم الرياضه؟ كيف تفتح يعني كيف تقنع زي هذا؟ يعني صعب. فشوف يعني ممكن تكون في اخطاء، ممكن كذا، بس يختلف انك انت تنتقدني من اجل ان اتحسن، من اجل، اما انك انت بس متربص انه انا بس يعني تبحث عن خطا هذا موضوع سهل، انه ممكن تدور اي خطا. فنتمنى من الجميع يترفع، هذا بيمثلوا اليمن، بيمثلوا البلاد، كلنا يمنيين، كلنا كذا، واقل شيء نشعر بالمسؤوليه، واقل شيء قدام الناس. يعني ليش الفضايح نترفع، وهذا منتخب بيمثل اليمن. انتقد المباراة، انتقد التوجيهات، انتقد في خلل في الأمور الفنية، في خلل في إداري برضو انتقد، ما في مشكلة، بس لا تجيب شيء غير حقيقي وتجلس تشتغل عليه وكذا، فما فيش داعي لهذا الكلام. ونتمنى الجميع يفهم إن شاء الله. العفو، الله يفهم.